السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان: هل الاوجمنتين يا دكتور اللي هو المضاد الحيوي ده مناسب لعلاج خراج الاسنان؟ هقول لك ايوه مناسب، لان احنا بيكتبوا دكتور السنان دايما او بنكتبه عشان يعالج العدوى البكتيرية اللي موجودة في اللثة وخراج السنان، وبيتكتب كمان قبل وبعد عملية الخلع عشان يعالج العدوى او عشان يأمن الجسم من العدوى البكتيريه اللي ممكن تحصل فتسبب في الدم سبتسيميا. جرعته تبقى قد ايه يا دكتور؟ بتبقى دايما انا بقول لك الجرعه بشكل عام، بس انت لازم مش هتاخدها تروح للدكتور عشان يشوف الحاله الصحيه بتاعتك محتاجه ايه. بنستخدم بالظبط 500 مللي جرام لكل 8 ساعات، او ممكن تستخدم 875 مللي جرام كل 12 ساعه. دي الجرعه بتاعته. دي كانت حلقه النهارده. لو عندكم اي استفسارات او حاجات اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.